إسراء، نورتينا في قعدة ماركتينج. ميرسي جدًا والله، أنا مبسوطة جدًا، جدًا إن أنا معاكِ في قعدة marketing، ومبسوطة أوي النجاحات اللي بتعمليها والخطوات. ما شاء الله يعني إن شاء الله من نجاح لنجاح، وإن شاء الله نقدّم حاجة كويسة النهارده. إحنا الهدف الرئيسي في قعدة ماركتينج إن إحنا نقدر نخدم الشركات والموظفين ونحل لهم المشاكل اللي بتظهر قدامنا، وطبعًا ما هالاقيش أحسن منِّك تقدر ميرسي. تساعدنا في المعلومات اللي نستخدمها ونخدم بيها الموظف. والنهارده هنتكلم عن الinternship، ودي حاجة بتهم الشركات حاليًا، وبالذات إن ابتدت شركات الصعيد بالذات إنها تتوجه لتعيين الintern أو تدريب الintern، بس بشكل بنلاقي فيه مشاكل كتير بتواجه الموظف، وفي نفس الوقت بتواجه الشركات. أنا طبعًا مبسوطة جدًا إن قدرنا نفتح الintern هنا في الصعيد وخصوصًا سوهاج. وعملنا أول intern الحمد لله كان في شركة جراند ميديا بالتعاون مع شركة دكتور جوبز وبالتعاون معاكِ، وأنا مبسوطة جدًا بنجاح الintern ده، وإن شاء الله نعمل internship كتير جدًا بشكل مهني يليق بكل الشركات في سوهاج بإذن الله. نتمنى ذلك، يعني إحنا إن شاء حابين إن الله. إحنا فعلًا نفيد الناس بشكل أعلى. بس في كام سؤال بنشوفه أو بنسمعه من الشركات، وفي نفس الوقت من الموظف. نبتدي الأول بالintern أو الموظف المتدرب. المتدرب، تمام، أو المتدرب اللي نازل شركة. إيه الحقوق اللي لازم يضمنها وهو نازل على الشركة؟ حلو جدًا. أنا كمُتدرِّب أول حاجة لازم تبقى شاغلة دماغي إن أنا التدريب بتاعي مدة التدريب بتاعي قد إيه، لازم أتّفق على ده قبل ما أبدأ الinternship بتاعي. plus إن أنا لازم أتّفق على عدد ساعات العمل اللي أنا هانزلها كل يوم. طبعًا لازم برضه أتّفق من قبل ما أنزل الشركة، أتّفق معاهم بإن لازم يكون في شهادة خبرة بعد ما بنخلّص الinternship. تمام، حلو خالص. طَب أنا عارفة إنِّك أنتِ من أحد مؤسسين النشاطات الطلابية، تمام، ودلوقتي لمّا بييجي طالب أو شاب خرّيج بيقول لك أنا اشتركت في نشاطات طلابية، هل النشاطات الطلابية بتكون ليها غِنى عن التدريب في الشركات، والّا دي حاجة ودي حاجة؟ لأ طبعًا، دي step ودي step تاني خالص. أنا في النشاط الطلابي كمتطوع، كل حاجة باخدها في الأنشطة الطلابية بتكون بتأثّر تأثير مباشر على الsoft skills بتاعتي. باكتسب بعض الknowledge من المجالات اللي أنا بادخلها في الأنشطة الطلابية، ولكن الknowledge مش بتبقى كفاية إن أنا أواجه بيها سوق العمل. دي حقيقة فعلًا، إحنا بنواجه فعلًا إن بنلاقي شباب بيحُط لنَفْسه position، تمام، وهو ما يعرفش الtechniques أو الdetails اللي خاصة بالوظيفة دي، وده بيدخّلنا لسؤال مهم جدًا. هل النشاط الطلابي بيحقق للطالب تحديد هدفه في سوق العمل؟ لأ، هو أنا كطالب لمّا بادخل أتطوّع في أي مكان تمام، الأماكن دي بتضيف لي في الsoft skills بتاعتي بتبقى قوية جدًا، غير حد أبيض خالص ما احتكّش خالص غير بالورقة والقلم والكتاب بتاعه طول سنين الدراسة بتاعته. لكن أنا كمتطوع إيه اللي بيحصل معايا، بيحصل تغيير في الsoft skills بتاعتي بتكون أقوى. طيب، دلوقتي أنا كشركة، إيه الحقوق اللي ليّا لمّا ييجي لي مُتدرِّب، يعني أنا باستفاد منّه إيه؟ أو أنا كشركة جاي لي ناس بتقول لي أنا عاوزة أتدرّب معاكِ، فإيه الاستفادة للشركات اللي بتُقع عليها؟ طبعًا إحنا في الشركات إيه اللي بيحصل، كل صاحب عمل كل فترة بنفتح التوظيف. فأنا كشركة بافتح الintern كل فترة، ده بيخدِّم بشكل أساسي في عملية التوظيف. إزاي؟ أنا كل ما باعمل internship الناس كلّها اللي هي بتتدرّب عندي دي بتبقى موظفين محتملين عندي. اهم. فطول ما أنا باخد بالي كويس أوي لمّا آجي أفتح الintern تبقى الأهداف بتاعته واضحة، وأبقى حاطط خطة تدريبية واضحة وjob description وتقييمات، كل الحاجات دي بتخدِّم في الآخر على إن أنا لمّا باجي أحتاج
يعني أقدر آخُد من المتدرّبين اللي كانوا موجودين عندي. مع الوقت إحنا بنلاقي في شركات لمّا تلاقي الطالب اللي قدّامها أو الموظف اللي قدّامها بيدّي جودة وvalue بس مش عاوزة تدّي له مُرتّب أو مش حابة إنها تزوّد له الbudget اللي هي حددتها له، فبتعامله بدوام كامل تمام، بس وهو intern يعني هي بتتعامل معاه كموظف بدوام كامل. إيه الإجراء اللي المفروض إن المتدرب ياخده في الوقت ده؟ بُصّي، أنا كحد متدرّب في الشركة، طبعًا إحنا قُلنا قبل ما بانزل أي شركة بابقى متّفق على عدد ساعات العمل، تمام؟ لأ، لقيت أو حسّيت إن في استغلال بيتم استغلالي في الشغل بدون budget وده خارج الplan اللي تم الاتفاق فيها معايا، بابدأ أوقّف على طول وباروح لو الشركة فيها HR باروح للHR اللي اتفق معايا وباقول له والله أنا محتاج أفهم 1، 2، 3 بيحصل معايا ليه؟ أو لو الشركة ما فيهاش HR بابدأ أروح للمدير المباشر بتاعي، باقول له مثلًا أنتم اتفقتوا معايا على 1، 2، 3 أنا ليه بيحصل معايا 4، 5؟ طيب إحنا دلوقتي المفروض إن الintern أصلًا لاكتساب الخبرة ولشهادة الخبرة، مضبوط. جات شركة رفضت تدّيني شهادة الخبرة لأي سببٍ كان، إيه الإجراء اللي المفروض آخده؟ لأ، هو أنا دلوقتي كمُتدرِّب، أنا الغرض من النزول بتاعي أصلًا إن أنا أشتغل بلا أجر أحيانًا، الهدف منّه إن أنا آخُد في الآخر شهادة خبرة، وده بيبقى مُتّفق عليه من قبل ما أنزل أصلًا الintern. اهم. فبالتالي اللي أنا اتفقت معاه باقعد معاه باقول له إحنا كده خلّصنا مثلًا الintern كان شهر أو 3 شهور، إحنا كده خلّصنا، أنا محتاج شهادة الخبرة ويا ريت لو تكتب في شهادة الخبرة يبقى واضح أنت اتدرّبت على إيه وتقييمك كان عامل إزاي. حلو خالص. طيب هل الintern أو الموظف اللي بيتدرّب ليه تأمينات؟ يعني هو مطالب الشركة مطالبة إنها تأمِّن عليه؟ طبعًا قانونًا الشركة مش ملزمة إن هي تأمِّن على متدرِّب جاي لها شهر مثلًا وهيمشي، ولكن لو المتدرِّب هيقعد فترة تدريب طويلة 6 شهور مثلًا أو أكتر من كده، لأ الأفضل إن أنا أأمِّن عليه خصوصًا لو كان المتدرِّب ده هيحتك احتكاك مباشر بآلات، بحاجات خطر ممكن تعرّضه هو للخطر، فالأفضل إن أنا أأمِّن عليه. طيب إحنا دلوقتي تمام، ادّينا فكرة عامة للintern إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. دلوقتي أنا محتاجة منِّك شوية نصايح للشركات وهي بتقدّم أو بتفتح باب الintern إيه اللي مطالبة بيه وإيه اللي تقدر تطلبه من المتدرب، وفي نفس الوقت المتدرب نفسه يحدد أهدافه إزاي وهو داخل الشركة. إحنا هنتكلم عن المُتدرِّب، وهنتكلم من الناحية التانية عن الشركة. أولًا من ناحية الشركة أنا كصاحب عمل لازم قبل ما أفتح الintern لازم أبقى حاطط خطة تدريبية واضحة، والخطة التدريبية لازم يكون ليها برضه المجال اللي أنا فاتح فيه لازم يكون فيه job description واضح، وتقييمات للأداء، تمام؟ ليه؟ عشان كل اللي داخل لك ده كلّهم موظفين محتملين عندك بعدين. طيب من ناحية المتدرب نفسه، أنا لازم يبقى عيني على إن أنا داخل أتدرب فلازم يبقى في plan واضحة، plan التطوير بتاعتي هتبقى ماشية إزاي، تاني حاجة بابُص على طريقة المتابعة بتاعتي مع المدير المباشر معايا، تالت حاجة لازم أقعد مع المدير المباشر ويوضّح لي الfeedback بتاعي كامل، إيه الإيجابيات وإيه السلبيات عشان أعدّل سريعًا، ولازم بنهاية طبعًا الintern بتاعي أطالب بالشهادة بتاعتي في الآخر. شكرًا ليكِ جدًا، ويعني معلومات قيّمة جدًا يا أستاذة إسراء، ميرسي. ويعني أنا واثقة في إن شاء الله الكلام ده يتاخد في الحسبان من المتدرب والطلبة، والفترة الجاية أو الفيديو الجاي إحنا هنتكلم عن حقوق الموظفين وحقوق الشركات مع الموظف. ميرسي جدًا يا دكتور رندا، وأنا مبسوطة جدًا إن أنا معاكم.